والطاجين والزليج كان يجي من الجزائر الى المغرب او كان يطلعوا من المغرب الى الجزائر؟ صحيت خويا صحيت. شوف اخي، هذه الثقافات كل واحد، كل بلد عندها قفطانها، وكل بلد عندها زليجها، وكل بلد عندها ثقافتها. فهمتني؟ الجزائر ربما كان ياخذ القفطان، يدخل المغرب يجيب القفطان المغربي، فهمت؟ لانه بلد جار وبلد ثقافه واحده، فهمتني؟ ولا المغربي كيجي الجزائري يلقى القفطان الجزائري اللي ما كاش في المغرب يديه للمغرب، وهي رايحه. هذه ثقافه، تبادل ثقافي، ما في حتى مشكل هذا. ولكن شوف انا فهمتك، لان في ذاك الوقت كان يعني تبادل في الاشياء. ربما الحاجه اللي كاينه في الجزائر ما كانش في المغرب تجي المغرب، والحاجه اللي في المغرب تروح الجزائر، يعني كان تبادل في الاشياء كما هذه. ولكن اليوم عندنا مشكل اننا نفهموا باللي هذا القفطان هل هو في الاصل مغربي او جزائري، ونفس الشيء ينطبق على الزليج. شوف خويا العزيز، شوف نقولوا كلمة قفطان، هل هي ما شوش أصل كلمة قفطان؟ ما هي أصل كلمة قفطان؟ أنا نطرح لك السؤال. المهم السؤال، السمية معروفة، القفطان معروف. لما نبحثوا نقول يا سيدي ما هي قفطان؟ صحيح، نجاوبك أنا خويا، خليني نجاوبك. كلمة قفطان كوفتون، كلمة تركية، يعني الأتراك جابوها للجزائر، فهمتني؟ ومن الجزائر دخلت للمغرب. اوكي نعم، والقفطان بكري زمان في التاريخ كان يلبسوا الراجل ماشي المرأة. بارك الله فيك. احبس في النقطة هذه ان تجاوب لنا اختي مغربية ربما تكون عندها علاقة، يعني تكون عندها معلومات اكثر. ابراهيم هذه حرفتي، تفضل. مغربية، واش رايك في كلام اللي قال اخي جزائري؟ لا حرفتي يا ابراهيم، انا القفطان حرفتي. لا شوف، ناخذ الرأي نتاعها وحتى انت ناخذ الرأي نتاعها. صح. يلا يا اختي مغربيه، واش رايك في كلام يا ابراهيم؟ نعم. القفطان المغربي والخياطه المخزنيه معروفه من جدات الجدات. اسمه المراه ملي كانت بغيت تتجوز. لا اختي احكي لي على التاريخ، ما تحكيليش على معروفه، كاع نعرفوا الجدات. لا ابراهيم سد المايك، ارحم والديك. سد المايك، نخليو الراي نتاعها تكمل، من بعد ذلك ان شاء الله تعاقب عليها. كملي كلامك يا سيدتي. اللي نقول لك انا نعرف القفطان المغربي وسجل في اليونسكو، في اسمه في الامم المتحده، فهمتني؟ صحيح. ما كتشبرت انا نعرف عنه ذاك اللي قال هذا اخونا الجزائري. فعلا كاين قفطان ديال اسمه اللي كان يلبس سليمان، وكان يلبسوا اسمه هو ذاك اللي كان في فيلم الحريم، سلطان الحريم. فعلا هذاك ضريك هو القفطان عندهم، هما شاكين عن القفطان هو هذاك، غير هذاك القفطان ما يشبه القفطان المغربي. هذا هو. شكرا. ما يشبه التكشيطه المغربيه، ما يشبه السلهام المغربي ولا الجلابيه المغربيه. فهم لك يا المغرب العظيم، انت قلتي هذاك اختصاصي لانك ربما راك تبيع وتشري في القفطان المغربي، يعني عندك تجربه كبيره في هذا الميدان. اعطينا رايك. اولا القفطان ما تسمى بالقفطان والجلباب هي ثقافه قديمه قبل حتى دخول الاسلام الى المغرب. نكون واضحين، هو لباس للناس اللي كانت يعني من الاسر المرموقه والاسر الميسوره كانت تلبس هذا اللباس. اما ما يسمى باللباس العادي المغرب يعني، وكانت تمشي هذا اللباس هذا اللي يتسمى اولا باش نعطيه حتى منين جا القفطان. القفطان جا على واحد اللباس كان يلبسوه بكري كانوا يسميوه التحتيه. هذا التحتيه هي لبسه تشبه التقشيطه ولكن بدون هذوك لي زيكسيسوار اللي تيكونوا مخيطين عليها. هي كتكون قماش مخيط بالابره والخيط، ولكن ما فيش لي زيكسيسوار لانعدام الماديات، والصناعه كانت تصنع بليد وكانت اموال. فاللي عنده يعني اللي كان متوسط الدخل وكان من الفقراء كانوا يلبسوا هذه اللبسه تسمى التحتيه. اما الرجال كان يتسمى اللبس ديالهم راهي باقي يلبسوها
الفرقه مغربيه معروفه بفرقه الركبه ديال الراشديه ديال الاهواش، واحد اللبسه بيضاء وهي تشبه اللبس الخليجي ولكن بخياطه مغربيه، كانت تسمى التشامير. هذا التشامير خرج منه القفطان اللي هو مفتوح من القدام وفيه هذيك الخدمه وليزاكسيسوار بالعماره والخياطه بالحرير، كان الناس اللي لاباس عليهم كانوا يخيطوا بخيط ذهب. وتطورت الخدمه. مش الشهري الموريتاني راه صديقي تابعني. طورت الخياطه وتطورت الفصاله وتطورت لي زيكسيسوار اللي كيتخدموا بهم هاد البيسا، حتى اصبحت الان يعني داخله في هادشي ديال يعني الخياطه العصريه اللي بدات تخدم بلي ماشين. الاثواب كتختلف يعني من الثوب الرخيص الى الثوب الاغلى، يعني كاين فيها ظروف الجزائر وقاطبه، احنا كنقولوا له المبرق. النوعيه ديال الثوب اكتشفت اول مره في بريطانيا، وكان يجي القماش من بريطانيا وكان كيتخيطوا به هذوك الناس اللي جابادور اللي ما طوالش، كانوا كيلبسوهم البحاره وكانوا كيلبسوهم الامراء ديال الدول الغربيه. اللبس المغربي كان ديما عنده صنف طويل، لكن جابادور القرطيطه اللي هي تشبه القفطان اللي ما تشتل تحته عنده السروال، هذاك اللبس كان يتلبس مع الشكاره الجلد وكان يدار عليه السلهام. هذا السيد هذا اللي يجيب لنا بانه لباس تركي، اللباس التركي تنعرفوا ان تركيا كانت انه لباس تركي اللي ترتدي واحد الاثواب وكانت كتخيط واحد الاقمشه اللي هي تصلح للمنطقه بارده. اما نحن في افريقيا في المغرب خاصه كل المناخ تيكون صيفي شويه وحار، من تيولي البرد تضاف على هذا اللباس السلهام. واخا شكرا. خلينا نستقبلوا الاخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خليني نعرفك بأستاذي العزيز واني بك محمد فال. هذا استاذ كبير واصله موريتاني، وكان مسكين مشى يقري البوليزاريو ولا يرد عليك. هذا خاصك دير معاه حلقه خاصه يا ابراهيم. لا ممكن نقلبوها. شوف ابراهيم الاخوان تحياتي لكم، السلام عليكم. عندي ما نقضي شويه ونرجع. ورجع يلا ارجع، رانا نستناوك. يلا رجع. شوف مادام نقول لاخواني كبسوا ويبارطاجيو، كتكبسوا وبارطاجيو. انا واعي يسمعوا بك يا اختي المغربيه. عرفوا عني المال قد نقعد الا ما كانت تكبسوا وبارطاجيو. يلا وطلع عليه مشاري. بارك الله فيكم. تفاعلوا لنا الاخوان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. محترم اولا. وعليكم السلام ورحمه الله اخي محمد، مرحبا بك. بارك الله فيك. تحياتي لكم، تحياتي للجماعه كامل القس، وتحياتي للناس المتابعين تاعك. مرحبا. انا كان لدي بعض التعليق على ما سمعت في هذا الحوار. التعليق الاول يتعلق بالسؤال الذي يبدو انه كان محوري في اللايف، والمتعلق بموانع خروج الجزائريين في مظاهرات تأييد لاهالي غزه. واعتقد انه الذي ينكر هذه الحقيقه اعتقد انه انسان مكابر او انه مغيب عن الاحداث او لا يتابع الاحداث. لانه من المعلوم ان الجزائر المظاهره المحتشمه التي خرجت اخيرا في الجزائر بعد فتره طويله من الصراع الذي بدا يوم 7 من اكتوبر سنه 2000. هذه المظاهره الكل يقول بانها مظاهره لصيانه وجه الحكام في الجزائر، باعتبار انه الموضوع اصبح مثيرا للانتباه لدى الكثير من المراقبين في العالم كله، كون الجزائر التي يتبنى حكامها. ابراهيم اقفل المايك ديالك، راك يرجع الصوت. التي يتبنى حكامها شعار مع فلسطين ظالمه او مظلومه، كان من المثير للانتباه ان لا تخرج مظاهره في الجزائر، المفروض ان تكون من اكبر المظاهرات. الاخ الكريم يقارن ما حدث في الجزائر من مظاهره محتشمه يقول البعض بانها من تنظيم وتاثير المخابرات الجزائريه لصيانه وجه الحاكم الجزائري.
عندك مشكل في الصوت يا اخي محمد، عندك مشكل في الصوت، الكاميرا يتحرك يمكن. الآن تسمعني جيد بشكل جيد؟ إذا قلت بأنه مسألة عدم خروج الجزائريين أنها مثيرة للانتباه، لأنه الجزائر هي على الأقل حكام الجزائر يتبنون شعار مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، ومع العلم أن الجميع يعلم أن أي مسلم في العالم بكل تأكيد عاطفته ستكون مع أهل غزة وخصوصا للجزائريين. لكن اللي وقع للأسف الشديد هو أنه كانت هناك مظاهرة محتشمة وكانت متأخرة جدا، وكما قلت البعض يقول بأنها من تنظيم النظام لصيانة ماء الوجه. مقارنة بما حدث في المغرب هي مقارنة فيها الكثير من الظلم، لاعتبار أنه العالم كله هذا في التقارير الصحفية أنه من أكبر المظاهرات التي خرجت عبر العالم مطلقا هي المظاهرة التي حدثت في لندن وفي الدار البيضاء. هذا يعني التقارير الصحفية اللي كانت تغطي الأحداث. إذن ليس هناك مجال للمقارنة. أعتقد أنه مقارنة هي من باب كمن يطهر ثيابه بالنجاسة، وهذا في الحقيقة لا يعتمد عليه ولا يميل إليه إلا من عازته الفكرة أو عازه الرد المقنع. فيما يتعلق بقضية أخرى تمت إثارتها، وهي مسألة أنه في الحراك الذي وقع في الجزائر، أنه لماذا لم يقع الشيء المماثل في المغرب؟ الأخ الكريم ينسى أو يتناسى أو يجهل أو يتجاهل. ونفتح في نفس الوقت. لا تكلم.